امتحاناتي قربت، مش عارف اذاكر، باقي اسبوع وانا مش عارف اذاكر، اعمل ايه؟ تنصحني ان انا ممكن اعمل ايه؟ طيب بص، صلى على النبي الاول. آه انا تعمدت اصور الفيديو ده قبل الامتحانات باسبوع تقريبا. الامتحان بقى بتاع اسبوع 10 ايام حاجه زي كده، ولو شفت الفيديو متاخر تمام. وفي شهاده اللي هي الشهاده الاعداديه. اولا بالتوفيق، بس انا اعمل ايه؟ بص هقول لك على حاجه. انت لما لو بتذاكر، لو قررت كده تذاكر، تيجي كده تمسك كتاب تعمل ايه؟ انا امي عامله اكل ايه النهارده؟ ده انا امي هتعمل فراخ. طب ده انا خارج مع اصحابي. طب ده الدرس. طيب وتيجي ايه؟ ما تعرفش، ما تركزش، تيجي تسيب الكتاب تقول ايه ده انا ما ذاكرتش ليه؟ طب فرضا بقى ان انت زميلك مع الامتحان، رحت واقف قدام اللجنه، انا ما ذاكرتش. ايه يا ابني اللي جاي؟ ده وده. تيجي انت تمسك البتاع، تيجي تمسك الورقه اللي عارف اللي جاي منها الامتحان، او لو بتراجع حتى الصبح كده قرب اللجنه بتراجع مش عارف الامتحان، تيجي تفتكر كده تك 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 تك. إيه عرفت اللي جاي؟ ما خلاص بقى، انت مش عقلك في البلاي ستيشن ولا عقلك امي عامله ايه النهارده، لا ده انت خلاص بقى، انت امتحاناتي خلاص. طيب فانت الغلط ده نتعلم منه. اول ما انا اذاكر خلاص اسيب عقلي خالص. طب عقلي اصلا يشتغل امتى؟ ما هو العقل ده عامل يعني زي الكارت الميموري، ما تحملش عليه كتير، لو مريته لاخره ممكن تلاقيه اتحرق وممكن يبقى كويس على حسب. المهم بجد والله. فانا عقلي ده امتى يشتغل؟ امتى اذاكر؟ امتى اعمل كل ده؟ الفجر. مفيش دكتور او عالم نفس او طالب ناجح الا وبدا مذاكرته الفجر. الفجر، اصحى الفجر، روح كده صلي الفجر وتعالى اقرا اذكار الصباح، وتيجي كده تمسك مصحفك جنبيك وتكون متوضي. تمسك المصحف كده، اقرا لك صفحه. انا هقرا المصحف ولا ذاكر يا عمي؟ ما الامتحان قرب. الصفحه ما هتكملش معاك دقيقتين 3 4 بالكتير يا عمي، 10 دقايق. ابدا بالقران وتعالى اقعد بقى ذاكر، واقعد اعمل وتيجي على ايه؟ مش هتحمل نفسك يعني، اقعد كده ساعه ذاكر، خد لك ايه 10 دقايق راحه، لحد مثلا بتاع 3 ساعات خدت فيهم نص ساعه راحه، يجي بقى ادي لنفسك كده ساعه بقى تمسك فيها التليفون. انت اصلا لازم تسيب التليفون وقت المذاكره، ما هو انت مش كل شويه العالم حبيب العالم هيبص من غيرك. انا عارف ان انت كل شويه لازم تفتح تيك توك اللي حصل فيه، الواتس، الفيس، ماسنجر، انستا، انا عارف، انا بمر زي كده ماشي. فانت اهم حاجه سيب موبايلك. التليفون ده انه ملعون، والله ملعون. على قد ما ليه ايجابيات قليله جدا، على قد ما ليه سلبيات كتيره جدا جدا جدا. بس عشان تذاكر وعشان تنجح، عشان تبقى حاجه كويسه. هو هتقول لي باقي اسبوع، والله العظيم في الاسبوع ده لو استغلته صح وسبته لله، والله العظيم ربنا هيحقق لك ما تتمناه. اول حاجه كده زي ما قلت لك الفجر، وسيب موبايلك وروق دماغك واكتب بكره هذاكر ايه. قبل ما انام ان شاء الله باذن الله بكره هذاكر جغرافيا، خلص جغرافيا، كيمياء، احياء، جيولوجيا، اي حاجه. وبالنسبه للشهاده الاعداديه انت تحدد برضه مستقبلك، والله الدرجه بتفرق معاك. يعني انت ممكن تخش صنايع، ممكن تخش ثانوي عام، ممكن كل ده بيفرق معاك بسبب درجه. فانت بالنسبه للشهاده الاعداديه برضك انت ما تضيعش اللي هي انت اعتقد عندك اسبوعين. بس انا تعمدت اصور الفيديو ده يكون باقي اسبوع عشان الواحد يقول لا فعلا انا سمعت الكلمتين دول من الراجل ده، انا هنجز في الاسبوع ده عشان اوري لكل الناس اللي انا فاشل ان انا ايه، هوصل، هنجح، هبقى بس. وبعدين النبي بيقول لك ايه؟ احرص على ما ينفعك. الدراسه دي تنفعك ولا ما تنفعكش؟ هتنفعك صح؟ فانت تحرص على ايه؟ على اللي بينفعك. وفي القرآن ربنا ما قالكش ان انت تبقى غني، وما قالكش تبقى وتبقى، لا، قالك وقل ربي زدني علما. الله على الآية الجميلة دي، ربي زدني علما. ما قالكش يا رب زدني وزدني. طب انا يا عم مؤمن بذاكر وحاسس ان انا ما عملتش حاجه، والله العظيم انا زي ما بقول لك، انت عشان عقلك معلش مش في المذاكره، انت مش عايز تذاكر. انت لو عايز تذاكر هتبقى شوف اللي بيجتهد بيبقى ايه، وبيبقى اللي قدامك بيذاكر، تيجي تلاقيه في الدرس بيتسال يجاوب على طول، ده عقله في المذاكره. طب انا عقلي مش في المذاكره ولا؟ حبيبي انت لو بتذاكر بالك بيجي بالحاجات دي، وقدام الامتحان او قبل ما تراجع هيبقى عقلك كده، ده بيتهيأ لك كده. يعني انت لو مسكت الكتاب دلوقتي وذاكرت حاجه وجت في بالك حاجه تانية، جيت دخلت في اللجنه، قبل ما تدخل اللجنه انت انا في البلاله مش عارف حاجه، لكن اول ما تشوف السؤال ده
هتفتكر الحته دي، تفتكر الموقف ده، فانت بيتهيألك ان انت مش عارف، بيتهيألك ان انت مش هتوصل، بيتهيألك ان انت مش محقق حاجه، بيتهيألك ان انت مش مذاكر، مش عارف الجزئيه دي، المدرس قاعد بيشرح مش فاهم، ده اللي بيتهيألك، لكن انت لا. فخلي طموحك برضو، خلي طموحك اعلى، يعني خلي طموحك للسماء، ان ما وصلتش للسماء كنت وصلت للقمر، وصلت للشمس، وصلت للنجوم. المهم ان انت خلي طموحك عالي. انا عايز اجيب في الجامعه جيد جدا، عايز اجيب امتياز، عايز اقفل في الماده دي، عايز اقفل في الماده دي ودي ودي، وانا اصلا مش مذاكرها. والله اهم حاجه بس ايه؟ ان انت يكون عندك. وما في كتير جدا ملتزمين مش ناجحين، يقول لك انا هدعي ربنا وانجح. حبيبي انت لما الجيران يروحوا يشوفوك بتصلي في الجامع وجاي يقولوك فاشل، ما هو ده عشان ما بيصليش، لكن ده انا ابني وابنك ما بتصليش، تقول لامك كده ده انا ابني، ده انا ابني حاجه جاب وجاب وجاب. فانت بتصلي وملتزم، لا تاخد بالاسباب، لازم يكون عندك هدف. حبيبي السيده مريم لما كانت بتولد سيدنا عيسى كانت بتتألم من شدة تألمها، قالت إن هي كانت تموت، قالت إن هي كانت تموت عشان تكون في الوقت ده إيه؟ ناسيا منسيا من شدة التألم. وربنا ناداها من تحت ألا تحزن قد جعل ربك من تحتك سرية فهزي إليك بجذع النخلة تتساقط عليك رطبا جنية. يقع عليها بلح ده تاكله، كان ممكن ربنا ينزل لها البلح ده صح، ولكن لا، ربنا قصد إن هي تهز الشجرة عشان ينزل لها بلح عشان تاكله، كان ممكن ينزل لوحده صح، وربنا قادر على كل شيء. برضه قصة تانية السيدة هاجر، سيدنا إبراهيم لما وداها هي وسيدنا إسماعيل عندها ابنها رضيع، وداهم مكان الجن كان يخاف يدخله، الجن السعودية قبل ما تسكنها الجن كان يخاف يدخله، فكانت خايفة قلقانة فقالت لجوزها هتسيبنا في المكان ده، المكان الموحش ده. سيدنا إبراهيم قالت له وأنا معايا طفل رضيع وسيبنا طعام قليل ومية قليلة يخلصوا، فقالت له الله امرك بهذا؟ ربنا امرك بكده؟ قال لها اه. قالت له اذهب كما شئت فانه لن يضيعنا. طب هي كده امنت بالله صح كده؟ الطعام خلص منها والميه، ربنا ما بعت لهاش حاجه، عملت ايه؟ قالت ربنا ما يضيعناش وخلاص على كده؟ لا، قالت ربنا مش هيضيعنا، ولكن سعد بين الصفا والمروه 7 مرات، هل من مغيث؟ انا معايا طفل رضيع، اغثوني. لا، الميه ما جاتلهاش عند الصفا والمروه، لا، الميه جات لها تحت رجلين ابنها، بس بعد ما سعت. فانت اسعى وحاول لهدفك وربنا هيوصلك لهدفك. طب هي لما راحت تسعى بين الصفا والمروه كانت عايزه تلاقي حد يجيب لها الميه لحد عندها، يعني حد تقول له لو عايزه تفرق هناك هات لي ميه؟ لا، هي رايحه تسعى بين الصفا والمروه عشان تلاقي حد بس تاخد منه الميه. انت فاهم قصدي؟ اللي انا عايز اوصله لك ان هي كانت ممكن تلقى حد، ولكن هي ما لقيتش حد، هي لقيت الميه تحت رجلين ابنها سيدنا اسماعيل عشان هي سعت وتوكلت على الله. اول حاجه توكل على الله. طب انت عمال يعني انا عايز اذاكر، اعمل ايه؟ اول حاجه اتوكل على الله، تمام، واخد بالاسباب، ان ربنا ما هينجحنيش الا لما انا اجتهد واسعى واحاول لتحقيق هدفي. وربنا يوفقكم. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. والله العظيم كنت عايز اقول لكم كلام اكتر، ولكن برضو هقول لك بس كلمه اخيره. انت بتذاكر لربنا عشان ربنا، عشان تبقى حاجه. وانت ماسك الكتاب كده او وقت كده تقعد تدعي يا رب انا بذاكر لاجلك، اجبر بخاطري، اجبر بخاطر ابويا، اجبر بخاطر امي، اجبر بخاطر عيلتي يا رب، اجبر بخاطرنا يا رب. بس تكون وصلت معاك لحد الفيديو. ذاكر وصلي على النبي.